أهلا بكم في مثل هذا اليوم 8 مارس من كل سنة تحتفل المرأة في العالم بهذا اليوم كعيد لها، بحيث أنه من خلال هذا اليوم كتحاول المرأة أن تسلط الضوء على المشاكل اللي كتعاني منها وتطالب بتحسين الوضعية ديالها على عدة مستويات. نحن بالمملكة المغربية نقول في مثل هذا اليوم لكل امرأة مغربية أينما وجدت تحية نضالية، وتنقول لكم برافو عليكم وتبارك الله عليكم. هذه المرأة اللي هي الأم ديالنا، هي القابلة اللي ولدتنا، وهي الأخت، وهي الفرملية الانفيرميير الممرضة، هي الطبيبة، هي الزميلة في الفصل الدراسي، وهي الزميلة كذلك في العمل، هي الزوجة، هي البنت، هي الموظفة اللي في واحد العدد ديال القطاعات كنمشي وكتقضي لنا المسائل ديالنا، وهي كذلك المستشارة الجماعية في الجماعة، هي البرلمانية، هي الوزيرة، هي السفيرة، هي البطلة الرياضية، هي الطباخة الماهرة. المرأة اقتحمت كل المجالات التي كانت حكرا على الرجل فيما سبق. فاليوم المرأة تشتغل جنبا إلى جنب الرفيق ديالها الرجل، بحيث أنه كي قلنا حنا كتلقاها في كل مكان، كتسوق الطيارة، كتسوق التران، كتسوق الترام، كتسوق الطوبيس، كتسوق الطاكسي، كتسوق الراجل حتى هو. نعم كتسوق الراجل. كيفاش كتسوق الراجل؟ كتلقاها قائدة ديال الأسرة، بحيث أنه كاين بعض الأسر اللي الراجل لسبب من الأسباب، إما عجزون أو مرض أو ما كيكونش كيشتغل، فكتلقى المرأة التي تشمر على ساعد الجد وهي اللي كتنوض كتخدم، كتسير أسرة وتقود أسرة. احنا ما عندناش مشكل مع هذه المرأة هذه، ما عندناش مشكل معها نهائيا. احنا منين حلينا عينينا والمرأة كنلقاوها في جنبنا، ما عندناش مشكل نهائيا. صوف وغادي نبغي نشير ليها بزربه بعض الجمعيات الحقوقيه، ماشي كل شيء. ومن هنا نبغي نوجه واحد التحيه خاصه عاوتاني لكل الجمعيات الحقوقيه ولا الجمعيات اللي كتعنى بشؤون المراه ولا بالاوضاع ديال المراه، حيث انهم كاينين دي بينيفول متطوعات ما شاء الله، اللي كتلقاهم كيمشيو للجبال، كيمشيو للمطاشر، كيمشيو للدواوير، كيمشيو للقرى وداخل المدن كذلك، اللي كيهتموا بالوضعيه ديال المراه وتيحاولوا يلقاو لها حلول، خاصة في لي ديفيسيل، في الأوضاعيات الصعبة. فتحية ليهم. لكن كاين هناك، هذا نفتح القوس، هناك بعض الجمعيات اللي للأسف اوليو باش يحلوا بعض المشاكل، اوليو باش يطفيو العافية، كتلقاهم كيشعلوا العافية. كيفاش؟ كتلقى مثلا شحال هادي كان الراجل سوء فهم مع الزوجة ديالو ولا هذا، كتغضب كتمشي لدار باها، واحد 24 كاع ماكسيموم، كاع باها كيشدها من يديها وكيجيبها، ما كيتكلم مع الزوج ديالها صافي، وكتصفى الخواطر، ومريضنا ما عنده باس، ومن بعد كتجلس معاه كتولد 16 وبخير. وهما اللي شادن في دواليب الدوله دابا والموظفين دابا اللي كتشوفوا هما هادو، ما كاين حتى مشكل. اليوم كتلقى هذيك الجمعيه ما شاء الله، الى جانب انها عندها الرغبه انها تتعاون وهي مشكوره على ذلك، لكن كتلقاهم اوليو باش يدفعوا العافيه كيستقطبوا هذيك المراه، الدارجه المغربيه تيقولوا باش يدفعوا العافيه كيشعلوها. كيفاش كيشعلوها؟ تقول كاين المحامي ديالنا لا للعنف، غنديروا وقفات احتجاجيه، غنمشي من حقه الرجل المراه طرا وصافي، والمحكمه والقضاء والدعاوي والمشاكل، وكتحمى وكتفكك الاسر. الراجل تيعيط جبد كيهرب، والاسره كتبقى تما 3 دراري متشردين الله جات عندكم مثل هذه الجمعيات اللي تنقول لهم الا جات عندكم شي مراه غضبانه مقلقه وداك الشيء، استدعيو الراجل، ديبلاصاو عند الراجل بالتي هي احسن، خيطوا بخيط ابيض كما تنقولوا.
اصلاح ذات البين، هذا هو ما يسمى في الدين ديالنا اصلاح ذات البين، ماشي المحكمه المحامي ديالنا تحريض كذا. تتولوا بعض العيالات داصرين حتى هما تيوليو عندنا كتقول لك انا نمشي للجمعيه، غنمشي للجمعيه تحميني انا، غادير ليا محامي وانا عندنا الداصرات كاينين حتى هما. دونك باش ما نخش على الموضوع، اعود لاقول لكل هؤلاء اللي ذكرت انا الان، هؤلاء النساء اللي كنسميهم النساء المتألقات، فتحية لكم وبرافو عليكم، ونتمنى لكم مسيرة موفقة كل وحدة في المجال ديالها. غادي ننتهي هنا كجزء الأول، وسأضرب لكم موعدا مع الجزء الثاني. هذه المرة غنتكلموا على المرأة، ولكن مع المرأة التافهة، المرأة اللي ما فيها ربح.